اليوم جبت لكم الحلقة 145 من المسلسل الرائع والشيق الوعد. وقبل ما نخليكم على الحلقة ديال اليوم كنتمنى لكم فرجة ممتعة. البداية ديال الحلقة ديال اليوم غادي تكون مع جميلة كانت جالسة جنب البحر واتصلت بزاف ديال المرات بجيدان، ولكن ما كانش كتجاوبها. قالت لك ما كاينش مشكلة، شنو يقدر يكون وقع. غادي تتصل بنهاد وسولاتها، قالت لي واش كلشي مزيان تماك حيت جيدان ما كتجاوبنيش. نهاد قالت لي بلا ما تولي اللي وقع هنا ماشي قليل، وجميله غطلبنا باش تشرح ليها اللي وقع بسرعه وغادي تقول ليها كلشي. وفي القصه نشوفوا ان جيدان غتكون هاربه وغادي يوصل الامير. تصدمات وقالت في تعطلت كلشي سهله. امير غادي يكون فرحان وقال لها بابا راه تجاوز المرحله ديال الخطر وجيت باش ناخذ الحوايج ديالو اللي كانت غادي توجد ليا ملكه ورجع للمستشفى. هي غادي تكون مازال مصدومه وسولات واش هضر واش رجع الوعي ديالو، ويقول ليها راني خرجت قبل ما يديوه في البيت ديالو. الطبيب قال غادي يرجع للوعي ديالو ولكن مازال ما هضرناش. وشاف اللون ديال الوجه ديالها مبدل وسولها واش هي بخير حيت هي ما كتبانش عاديه. هي تقول ليه هادشي غير بسبب الحزن كنفكر بزاف حكمت وقلت نخرج نتنفس شويه حيت خنقت بزاف هنا وباغيه تخرج. امير ما غاديش يخليها تمشي حتى شي بلاصه، غادي تمشي معايا للمستشفى يشوف الطبيب. هي تقول ليه ما كاينلاش غير نبدل الجو غادي نولي مزيان وانت رد البال لراسك انا بخير. ورد البال لباباك. جات ملكه وعطاتها الشنطه اللي وجدات وشكرها وقال جيدان يلاه نمشيو بسرعه. وجيدان قالت لي صافي غير دير ولدي انا من بعد وغادي نجي. هو قال ليها ما يمكنش هادشي، كنقول لك ما تبانيش بخير غادي نمشيو نشوفوا الطبيب وغادي يديها. غنشوف في دار كمال ان نسرين فقط وما شافتش كمال. فاش ناضت فتح ليها رساله اللي خلى كمال مع تذاكر وكاتب ليها انه ما كيعرفش يعبر على المشاعر ديالو بسهوله، وغادي يطلب منها باش تقبل الهديه اللي خلى ليها وما فهمات بالو. وغادي تقلب غادي تلقى هذاك التذاكر وقالت واش بهاد الطريقه بغى يعبر على المشاعر ديالو. وقالت هو حاس براسو بزاف وغادي يتصل به. هو غادي يكون مازال في المستشفى وسولاتو فين كاين حيت خاصهم يهضروا. هو قال لي انا مساليش دابا الا ما كانش موضوع ضروري حتى نجي للدار. هي غادي تكون معصبه قالت لي دابا غادي نهضروا وما يمكنش نصبح على التخربيق ديالك من الصباح. هو قال لها انا في المستشفى خويا عنده نزيف في الدماغ، بغيتي او كرهتي غادي تسناي. وغادي يقطع عليها وغادي يكون معصب. غادي نشوفوا امير وجيدان وصلوا للمستشفى وجيدان كانت متوتره وقالت صافي دابا كلشي سالا حكمت غادي يقول لكم كلشي. كنت كنتشكى من هذيك الدار ودابا غادي نترمى في السجن وحتى هذيك القراويه غادي تفل عليا. كنت باغيه تهرب واحد الوقت ولكن امير غادي يطلب منها باش تدخل. فاش كانت داخله غنشوف ان كمال ودنيا كانوا كيشوفوها بواحد الطريقه فشي شكل، وحتى ريحان وامير كانوا كلهم مع حكمت اللي كان حتى هو كيشوف فيها وهي غادي توتر بزاف. وحكمت ما غاديش يحيد عينيه عليها. ريحان غادي تسول حكمت واش فيه شي حريق، وكمال قال لي كنت عارف انك غادي تخطا حتى هادي حتى شي حاجه ما تقدر تحطم حكمت هون. ودنيا قالت له بصح ولكن خليتينا نخافوا عليك بزاف اخويا العزيز. وحتى جيدان قالت لي الحمد لله حيت فقتي وفي الداخل ديالها كتمنى ما يهدرش وما يقول حتى شي حاجه وكتوسل ليه باش يبقى ساكت. وهو غادي نشوفوه بدا كيحاول باش يهضر. من بعد نشوفوا ان نسرين غادي تكون ندمانه على الهضره اللي قالت لكمال وغتقرر تمشي توقف جنبو. فاش كانت غاديه غادي تلاقى مع سعديه وطلبات منها سعديه باش تمشي تفطر وسولاتها فين غاديه مع الصباح بكري. نسرين قالت ليها ما غاديش نفطر غادي نمشي للمستشفى وغادي سعديه غادي تكون خايفه بزاف تكون وقع شي حاجه لكمال. وفي المستشفى غنشوفوا ان حكمت كيحاول يهضر ولكن ما قدرش. وجيدان كتطلب منه ما يعذبش راسو وقالت لهم يلا نخرجوا نخليوه يرتاح. كلهم غادي يسولوه واش باغي يقول شي حاجه ولكن هو ما غاديش يقدر يقول حتى شي حاجه. وكمان سولو واش هو بخير. في داك الوقت غادي يجي الطبيب وغادي يطلب منهم بلا ما يعذبوه وحيت هو اصلا بغى يهضر معاهم برا. ومن بعد غادي يخرجوا كاملين هو غادي يهضر معاهم على الوضع ديالو لانه ما كانوش عارفين هادشي قبل ما يفيق. وغادي يقول لهم انا الاعصاب ديال الدماغ ديالو تاثرت بزاف بسبب الضربه وغادي يتصدموا كاملين ويسولوه شنو كيقصد بالهضره ديالو.
الطبيب غادي يقول لهم انا حكمت ما غاديش يقدر يتحرك، غادي يسمع ولكن غادي يسمع ولكن مازال ما عرفوش واش كيفهم شي حاجه، خاصهم يتسناو حتى يطبق العلاج طبيعي. جيدا غادي تفرح بزاف وكلهم غادي يتصدموا، وهي تسول الطبيب واش ما عمر ما غادي يعاود يهدر. الطبيب ما غاديش يعطيهم امل كبير، صافي غادي يمشيو. ريحان غادي تكون كتبكي حكاو دنيا، وجيدا غادي تكون فرحانه بزاف وغادي دير براسها من بعد بحال اللي كتبكي. ريحان غادي تشوفها في هذيك الحاله وغادي تطلب من امير باش يمشي يرد البال لماما. من بعد نشوفوا ان امير غادي يطلب منها باش تهدن شويه وتسنى، حيت مازال ما عرفوش النتيجه ديال العلاج، وترد البال راسها حيت هي اصلا مازال مريضه. وهي غادي تنوض وقالت ليه ما غاديش تخلي حكمت بوحدو، غادي نمشي لحداه. صافي غادي تمشي تدخل عنده. فاش دخلات عنده غادي نشوفوها كانت كتضحك عليه وقالت ليه دابا وليتي بحال شي شجره يابسه بلا لسان وما كتحركش وما كتهضرش وما غاديش تقدر تدمرني. وغادي تذكروا بالهضره اللي قال ليها فاش كانت في الحي، وقالت ليه دابا انت كاين في البلاصه اللي كتليق بك. ووعدته باش تخليه يتعذب هو والعبده ديالو، وحتى شي واحد ما غاديش يقدر ينقذها من يديها. وريحان غادي نشوفوها قالت للامير خالي غادي يولي بخير حيت هو راه تغلب على مرض خطير، المهم هو مازال عايش وغتطلب منه باش يكون قوي. ولكن امير غادي يكون في الراس ديالو مشوش بزاف حيت مازال ما مصدقش ان باباه بريء، يعني متيق الاعتراف ديال حكمت. وجيدا غادي تخرج وغادي تهضر مع امير على حكمت، قالت ليه انه وقع فيها بزاف وهي مسحات الماضي ونسات كلشي، وغادي يطلب منه حتى هو ينسى ويعتبر اللي دار حكمت ما عمر ما وقع، لان باباه راجلها وطلبات منه باش يتعاونوا كاملين عليه. وصافي من بعد غادي تمشي حيت بغات تبقى غير بوحدها. وامير حتى هو غادي يحس براسو مخنوق وخرج، وريحانه تبقى جالسه. جيدا غتلاقى مع جميله في المستشفى وسولاتها شنو وقع واش حكمت عارف كلشي. جيدا غادي يطلب منها باش تهضر غير بشويه وتهدن وما تقلقش، حيت واخا يعرف ما غاديش يقول حتى شي حاجه حيت ولا معاق وما بقاش كيهضر ولا يتحرك. جميله غتفرح بزاف خصوصا فاش جيدا قالت لها ان الاطباء قالوا ما كاينش الامل يتشافى. وفي نفس الوقت جميله ما فهمتش كيفاش وقع هادشي من بعد ما عرف الحقيقه وغادي تشك في شي حاجه. وجيدا قالت لها انتي عارفه هو راه مريض بالضغط وما خداش الدواء ديالو، هادشي اللي وقع داخ وطاح وضرب راسو مع شي حاجه. ولكن جميله غادي تعصب حيت جيدا تهنات من حكمت وهي مازال ما تهناتش بريحان. وجيدا غادي تطلب منها باش تصبر حيت هي اصلا وصلت النوبه ديالها وموجده ليها واحد الخطه، ولكن جميله غادي تكون عيات ما تصبر وغادي تهددها عاد غادي تمشي. وبالنسبه لريحان غادي يشوفوها جالسه برا وغادي تجي لعندها نسرين. ومن بعد سولاتها نسرين واش بخير. ريحان قالت لها انا ماشي بخير، هو راه بحال بابا. وغادي تعاود ليها اللي وقع معاه واللي قال لهم الطبيب وغتبقى كتبكي. نسرين غادي تطلب منها باش ما تفقدش الامل حيت كاين بزاف ديال الطرق ديال العلاج جديده. ومن بعد نشوف ان دنيا غادي تكون منهاره وكتلوم راسها حيت كانت كدير غير في راسها وما عمر ما خدات الوقت باش تجلس مع الاخ ديالها ويهضروا. كمال قال لها بلا ما تقلقي هو مازال عايش ومحتاج ليك اكثر من قبل، وغادي يطلب منها باش تمشي تغسل الحاله ديالها. ومن بعد غادي نشوفوا نسرين سولات ريحان على امير وهي تقول له هو ماشي بخير ما كيبين والو حتى كمال بحالو. ريحان غادي تلاحظ ان نسرين ماشي بخير، ونسرين كانت باغيه تقول لها ولكن غتراجع حيت ماشي الوقت المناسب وقالت لها ما كاين والو. وريحان قالت لها ان كمال راه كاين داخل هو ماشي بخير باش تمشي لعندو. من بعد نشوف ان نسرين مشات لعند كمال وحطت يديها فوق دراعو وغادي يحط يديه فوق يديها بلا ما يشوف شكون. فداك الوقت غادي توصل مونيا وغادي تشوفوهم وهي غادي تخبى. نسرين قالت ليه الله يشافيه وسولاتو كيف داير الوضع ديالو. كمال قال ليه هو ماشي بخير، وريحان ودنيا مدمرات بجوج وحتى امير. وهو قال لها انا بخير. ونسرين قالت ليه انا عارفه خاصك تبان قوي على ود العائله ديالك
ويقول لها غادي نولي بخير فاش غادي يتشافى الاخ ديالي. مونيا غادي نشوفها مازال كتسنط على الهضره ديالهم، ونسرين قالت ليه المهم هو انه ما بقاش في المرحله ديال الخطر، وقالت لي خاصكم تصبروا حيت العلاج طبيعي كيعطي نتيجه، ولكن خاصو بزاف ديال الوقت وخاص النفسيه ديالو تكون مزيانه ويكون دائما فرحان. كمال قال لها كتهضري بحال شي طبيبه، وهي تقول لها اشنو طبيبه، غير حيت واحد الصديق كان الاب ديالو وقع له نفس المشكل، هادشي اللي كاين. مونيا غتبقى تهدن في راسها عاد غادي تمشي لعندهم. كمال غادي يشكرها حيت جات، وقال لهم صافي انا غادي نمشي لعند امير، وغادي يطلب قبل ما يمشي من نسرين ترد البال الدنيا حيت ماشي بخير. وامير غادي يرجع عند ريحان وقال لها انه مشى باش يتمشى شويه ويريح راسو. هذاك الوقت غادي يجي كمال وغادي يطلب باش يهضر معاهم، وقال لهم راني خليت خويا يتلاقى مع هذاك الراجل اللي يحاول يقتل جيدان، ولكن ما عرفتش من بعد شنو وقع او شنو كيخطط حكمت. امير قال لي بابا راه راجل مزيان ولكن ارتكب خطا في حياته، وغادي يطلب منهم باش يتيقوا ان حكمت ماشي بريء. من بعد نشوف انا جيدان صافي رجعات للقصر وسولاتها ملكه على حكمت، وهي تقول لها ورا ماشي بخير وخايفه القلب ديالها ما يتحملش هادشي اللي كيوقع. ونهاد قالت لها باينه كاين شي حسد او عين في هاد الدار. من بعد جيدان غادي تحس بشويه دوخه وغادي تمشي للبيت ديالها باش ترتاح. وزينب غنشوفوها تاثرت بزاف على الوضع ديال حكمت وتبقى كتبكي، وملكه غتهدن فيها. وغنرجعوا للمستشفى غادي نشوفوا ان دافر اتصل بامير وكان باغي يرجع من السفر، ولكن امير ما غاديش يخليه حيت ما غاديش يقدر ينفعهم حتى شي حاجه، وهما اصلا محتاجين شي واحد اللي يرد البال الخدمه. وفاش كمل الهضره مع دافير ريحان قالت ليه واش عاقل قبل ما يوقع هادشي الخالي كنا غادي نتلاقاو معاه في القصر باش نهضروا معاه بشي حاجه ضروريه. من بعد هادشي اللي قال كمال علاش نظرك خالي مشى باش تلاقى مع هذاك الراجل، وغتقترح عليه باش يمشيو يهضروا مع الراجل باش يعرفوا شنو وقع بيناتهم. امير ما غاديش يبغي حيت بابا اعترف بكل شيء وغادي يطلب من ريحان باش تسد الموضوع. كمال غادي نشوفوه رجع للدار مع دنيا ونسرين وسعديه غتعنقو كانت كتبكي وسولاتو على الحاله ديال حكمت. دنيا قالت ليها هو راه ماشي بخير، لو كان غير مات احسن ليه، وغتكون كتبكي. نسرين قالت لهم مازال الوقت ديال العلاج ويقدر يعطي نتيجه. غادي تجي حتى وصال، وكمال غادي يهضر مع سعديه غير بالاشاره باش ما تخليش وصال يعني تشوفها، وقال لها صافي غير سيري حنا غادي نردوا البال لوصال. وغادي نشوفوا من بعد ان وصال سولات كمال علاش كتبكي سعديه، وقال لها راه ما كتبكيش، وغادي يديها للمطبخ باش تاكل شي حاجه. قالت لي ما فيها الجوع، ولكن قال لها جي معايا باش ناكل انا. ونسرين غادي تبقى جالسه مع دنيا. ومن بعد رجعوا للمستشفى نشوفوا ان امير سول حكمت شنو كان كيدير عند الراجل اللي ضرب ماماه، وقال ليه لو كان غير هضرتي وقلتي انك بريء ريحان غادي تكون كتشوف فيهم. وامير قال لحكمت فاش كنشوف فيك ما كنشوفش غير بابا، ولكن كنشوف حتى الراجل اللي كان باغي يقتل ماما، وهذا الحمل ثقيل عليا بزاف. حكمت غادي نشوفوه تاثر بزاف وكان كيبكي. فاش كان خارج امير ريحان غتشدو وقالت ليه كاينه طريقه وحيده باش تحنا من هذا الشك اللي في الداخل ديالك، خلينا نمشيو ونعرفوا كل شيء. ولكن هو غادي يخرج بلا ما يرضى عليها. وريحان بقات كتشوف حكمت، وغادي يكون اخر مشهد في الحلقه ديال اليوم. كنتمنى ان نلخص لنا الاعجاب ديالكم ولا عجبكم كما كنقول لكم فضلا وليس امرا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. طبيعه الحال الناس اللي مازال ما مشتركينش واللي مشتركين كنشكركم بزاف على الاخلاص وعلى الوفاء وعلى المحبه اللي بيناتنا. مع السلامه، احبكم في الله.